هتفضلي مستنيه لامتى وتكلميه كل شويه وتخشي تشوفيه هو موجود اونلاين ولا لا؟ ولو موجود اونلاين ما ردش على المسج اللي انت لسه بعتها من شويه، لازم نبدا نتخانق معاه ونتوتر، وانت ليه ما بتكلمنيش؟ كل ده بيحصل بسبب التعلق. ده معناه ان احنا بسبب النشأة كبرنا ما لقيناش الاشخاص اللي حوالينا كانوا داعمين او كان عندهم اهتمام كبير بينا. فاللي حصل ان احنا دلوقتي لما بنروح نرتبط بيبقى عايزين اهتمام شديد جدا من الشخص اللي احنا مرتبطين بيه، ولان ما خدناش الحب بالطريقه الصح واحنا صغيرين، فعايزين ناخد كل الحب والاهتمام والمشاعر من الشخص ده. فبيبدا ده يبان في مسجات ورسائل ومكالمات، وهشوفك امتى، انت ما بتحبنيش وغير زياده. اللي انت بتعمليه ده هيخليه يبعد عنك وهيخليه يبقى ضامنك وحطك في جيبه. ولما الراجل هيضمنك ويحطك في جيبه، اللي هيحصل انت مش هتبقي اولويه، لانه عارف ان كده كده متعلقه بيه وقاعده مستنيه يبعتلك مسج ولا يكلمك مكالمه. اللي انت محتاجه تعمليه عشان تخرجي من طاقه الانتظار اللي انت وقعتي فيها، اتشغلي. انت محتاجه تتعلمي ان انت تروحي يبقى عندك اكتيفيتي، يبقى عندك اول ما تبدا نوبه التوتر ونفتح المسجات ونبص وعايزين نتكلم ونتشد، ابدا اقوم اطلع كل الطاقه دي في حاجه، اعمل اكتيفيتيز، اتعرف على ناس جديده. ليه؟ لان ده هيخرجني من طاقه ان انا ما عنديش حد في حياتي غيره. طول ما انا طبيعي بتعامل مع شخص او مع حاجه على ان دي اهم حاجه في حياتي، هتبقى موتراني جدا لاني خايفه نخسر. لكن لما يبدا يبقى عندك اكتيفيتيز، يبقى عندك نشاطات، عندك شويه ناس بتعرفيهم، اللي هيحصل ان هو العلاقه هتبدا تاخد شكلها الطبيعي. ويوم ما هيحصل حتى بينكم مشاكل، هتقدري تتعاملي مع الموضوع بطريقه بسيطه. ليه؟ لان كان عندك حاجات تانية تشغلك وتدعمك وتبسطك، مش حياتك كلها واقفه على مكالمه منه.